السلام عليكم، معكم يسرا. كما شفتوا في العنوان غادي نهضروا على واحد العلم اللي كيجذب الناس كامل، هو علم الفلك. كاينين بزاف ديال الاسئله اللي كيجيو على البال ديالنا، بحال شنو هو علم الفلك، كيفاش كيخدموا العلماء باش يكتشفوا الكون، واش نقدر نتعلموا حتى انا يلا نكتشفوا مع بعضياتنا. اول حاجه كما شفتوا في العنوان هو علم الفلك للمبتدئين، داكوغ. دونك اول حاجه غندير واحد التعريف اللي هو صغير على شنو هو بعدا علم الفلك. علم الفلك هو العلم اللي كيدرس كل ما هو خارج الكرة الأرضية، يعني كندرسو الفضاء بأكمله، الكواكب، النجوم، المجرات إلى آخره. كيركز على دراسة النجوم، الكواكب، الأقمار، النيازك، المجرات، وحتى الثقوب السوداء. معنى أي حاجة فوقنا في السماء علم الفلك كيبغي يعرف عليها كل شيء بالتدقيق. كيفاش كيتحركوا الكواكب، النجوم كيفاش كيموتوا، كيفاش نعاودو نحيوهم، كيفاش الكواكب علاش كيتكونوا، كيفاش هي الاشكال ديالهم. بحال مثلا المسافات ما بين الكواكب. واخر حاجه هي العلم اللي بزاف باغي نعرفوا عليه بزاف ديال الحوايج، هو العلم ديال الثقوب السوداء. بغينا نعرفوا الثقوب السوداء، كنعرفوا على حاجه وحده، هي ان عندها جاذبيه كبيره واخا. دونك هذا هو علم الفلك اللي كيدرس لنا كل ما هو فوق السماء، كل ما هو ما كنقدروش نشوفوه من غير النجوم اللي كنشوفوهم بطبيعه الحال، ومن غير بعض الكواكب اللي كنقدروا نشوفوهم بالتلسكوب او بعض المرات بالعين المجرده. اذا كان اليوم ديال هذاك الكوكب اللي غادي نشوفوه. بزاف ديال الحوايج صراحه. علم الفلك هو واحد العلم اللي هو زوين بزاف، فيه المتعه، فيه الفائده، بكثرة ما انك تبقى تسول راسك كل سؤال. كتمشي غير اون فوا كتعرف عليه حاجه وحده، صافي انك كتبغي تعرف عليه كل شيء. زوين بزاف، كنصحكم انكم تعرفوا بزاف على العلم الفلك. تاني حاجه في هذا الفيديو ديالنا غنعرفوا على تاريخ علم الفلك بالنسبه للناس كما قلنا اللي مبتدئين. يلا كيعرفوا شنو هو علم الفلك، يلا كنعرفوا التاريخ ديالو، يلا غنعرفوا الفروع ديال علم الفلك، يلا نعرفوا العلماء كيفاش كيخدموا بزاف ديال الحوايج. ثاني حاجه غنطرقوا ليها هي التاريخ ديال علم الفلك. كيفاش جا هاد علم الفلك؟ علم الفلك راه قديم بزاف، والناس من زمان هما كيهتموا بالسماء. الفراعنه مثلا كانوا كيبنيو اهرامات على حسب موقع النجوم كما كنعرفوا، وكانوا كيعرفوا بزاف ديال المعلومات على الكواكب والحركات ديالهم. اما العرب فمن زمان كانوا رواد في الفلك، ما نحتاجوش اننا ولا نديرو افور صغار باش اننا نوصفوا علماء العرب، حيت راه اي حاجه تبدا بعلماء العرب. العلم الفلك بدا بعلماء العرب. اي حاجه كاينه دابا فكان اول مكتشفها واول ما عرفها هما علماء العرب، خصنا نكونوا مفتخرين بهم. بحال ابن الهيثم واليتاني اللي داروا اختراعات واكتشافات كبيره في بزاف ديال المجالات، خصوصا اليوم المجال اللي كنهضروا عليه هو علم الفلك. دونك غنهضروا على ثالث حاجه هو كيفاش كيخدموا علماء الفلك. علماء الفلك كيستعملوا بزاف ديال الادوات والتقنيات باش كيدرسوا الكون، وباش كنعرفوا باش ان التلسكوب باش انك تقدر تشريه، يعني ارخص تلسكوب كتلقاه داير 10000 درهم. آه، اغلى تلسكوب منحتاجش نقول الاسمنه ديال التلسكوبات، يعني يقدروا يوصلوا حتى ل 500 مليون مليار بزاف. يعني حتى لما تغير باش انك تعرف علم الفلك او باش انك تستخدم تقنيات واجهزه باش انك تدرس علم الفلك وتكتشف وتكون اجور مع السماء يعني كيخصك فلوس بزاف. من تلسكوبات صغيرة كنقدروا نستعملوهم من الأرض، بيان سور تلسكوبات كنستعملوهم من الأرض. كاين تلسكوبات كبيرة بحال هابل اللي كدور في الفضاء باش كيعطينا صور واضحة بزاف. هاد الأدوات كتعاون العلماء باش يشوفوا بعيد بعيد بعيد، وحتى يفهموا كيفاش الكواكب والنجوم كيتحركوا. يعني هاد التقنيات اللي حنايا اخترعناهم على الأرض فراه كتساعدنا اننا نعرفوا بزاف ديال المعلومات وبزاف ديال الحوايج فوق في السماء. داكوغ، يعني كنصنعوا شي حاجه في الارض باش نكتشفوا السماء، ما وراء السماء الا بغينا نقولوا بهذه العباره. دونك رابع حاجه غنهضروا عليها هو فروع علم الفلك. علم الفلك ماشي علم كواكب، نجوم، مجرات، ثقوب سوداء. علماء ديال الفلك كيعتمدوا بزاف ديال الطرق
أولا الفروع ديال علم الفلك كيتقسم عدة فروع. كاين الفلك عفوا الرصدي اللي كيركز على مراقبة السماء باستعمال تلسكوبات، والفلك النظري اللي كيهتم بالنظريات والرياضيات باش كنفهموا الكون. بحال مثلا باش اننا كنحسبوا مسافة ما بين الأرض والشمس راه كنستعملوا نظريات اللي فيها الرياضيات باش نفهموا ديك المسافة ما بين الأرض والشمس، باش نفهموا كيفاش كيجينا الشتا، كيفاش كيجينا الصيف. يعني حتى الفصول عندها علاقة بعلم الفلك. كاين الفلك الكوكبي بيان سور اللي كيدرس لنا الكواكب والأقمار. كاين الفلك الشمسي اللي كيختص بالشمس فقط والدراسة ديال النشاط، حيت الشمس عندها نشاطات ديالها، القمر عنده نشاطات ديالو. كيف ما كنعرفوا كاينين أطوار القمر اللي هما 5. والفلك النجمي يعني من السمية هو كيدرس لنا النجوم، كيفاش كيعيشوا، كيفاش كيموتوا، اولا كيفاش كيتكونوا لينا هاد النجوم، شنو هما الاسباب باش كيتكونوا لينا هاد النجوم. كاين واحد النظريات كنا كنعرفوها هي نظريه البيج بانج، نظريه الانفجار العظيم. كاين اللي كيامن بها، كاين اللي لا. انا ما نقدرش نقول لكم واش كنامن بها ولا لا، ولكن كتبقى نظريه فقط. أه سادس حاجه هي علاش حنايا بغينا نعرفوا هاد الكواكب. حنا عرفنا الكواكب كيفاش كيتحركوا على الشمس بيان سور، حنا عرفنا النجوم كيفاش كيتكونوا، حنا عرفنا بان الثقوب السوداء ليها جاذبيه كبيره. هادشي شنو باش غادي ينفعنا؟ شنو انا عرفت هادشي شنو غادي ندير به؟ يعني الفلك كما قلنا ماشي دراسة النجوم، راه كيساعدنا نفهموا الكون اللي عايشين فيه حنايا. كيفاش تكونت الارض، شنو ممكن يكون خارج المجموعه الشمسيه. لحد الان باقي العلماء كيكتشفوا بزاف ديال الحوايج على ما هو خارج المجموعه الشمسيه. يعني باش كنقول ما هو خارج المجموعه الشمسيه، خارج مجموعة الكواكب اللي حنا كنعرفوهم اللي هما 8. واش كاين حياة في كواكب أخرى؟ وهذه اللي العلماء غادي كيطوروا فيها. بغينا نعرفوا واش نقدروا نكونوا حياة في شي كوكب واحد آخر. بعض المرات كنلقاو دلائل بحال مثلا في المريخ أولا النبتون أولا المشتري. كنلقاو بعض الأدلة بأن راه كانت حياة تما. ربما علاش لا، بزاف ديال هاد الاسئله كيحاولوا علم الفلك يجاوب عليها. يعني كنحاولوا نجاوبوا على هاد الاسئله. وحتى من التكنولوجيات اللي كيستعملوا في علم الفلك تخدم بزاف مجالات اخرى بحال الطب، الاتصال والتكنولوجيا. كيفاش نقدر نتعلم علم الفلك؟ كيف ما قلنا هاد لا فيديو المبتدئين كنعرفوا دوينا على الأهمية ديال علم الفلك، كيفاش اكتشفوا العلماء الكون. شفنا التاريخ ديال علم الفلك كيفاش جانا مع علماء العرب إلى ما ذلك. شفنا شنو هو علم الفلك. دابا غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نتعلموا علم الفلك. ما تحتاج تكون عاني باش تتعلم علم الفلك. باش نكونوا واضحين، كاينين بزاف ديال التلسكوبات تقدر تستعملهم من الدار، تقدر تنظم مجموعات فلكيه محليه باش تعلم اكثر. كاينين بزاف ديال لي زاسوسياسيون اللي كيهتموا بعلم الفلك، اللي تقدر انك ماشي انت تشري تلسكوب، تقدر دير مثلا شي ليله رصديه مع شي جمعيه. او مثلا كاين متحف الطارق اللي كاين في مارينا، تقدر يديروا ليالي انك كنرصدوا النجوم ونرصدوا القمر الى ما ذلك باستعمال التلسكوب. وتقدر انك تهضر مع اساتذه في علم الفلك. كاينين بزاف ديال الحوايج اللي كنتي مهتم بهذا العلم، كاين بزاف ديال الطرق باش انك تعرف عليه بزاف ديال الحوايج. الا كنتي بيان سور مبتدئ ما تعرف حتى شي حاجه، باغي تتعلم، باغي تفوق في هذا العلم، اولا فقط ان تكون عندك معرفه عن علم الفلك، كاين بزاف ديال الطرق باش انك تتعلم على علم الفلك كتر. واخا كاينين مواقع الكترونيه وتطبيقات في الهاتف اللي كتعاون تكتشف النجوم والكواكب بالعين المجردة بحال ستار وول. كاين هذه ابليكاسيون تقدر انك تلوكاليزيها في التليفون ديالك، تخدم على اللوكاليزاسيون. اي انك تعرف مثلا النجم الا كان مثلا نجم شي سميه ديال شي نجم حداك، فراه بلا ديك الابليكاسيون تلوكاليزيها غتلقى بان داك النجم كاين تما قمر، شمس، شي كوكب مثلا غيكون قريب من الشمس اولا من القمر. فراه غادي يبان لك بالعين، تقدر بالعين المجرده اولا انطلاقا من هذاك الابليكاسيون. اسئله واجوبه شائعه. كاين بزاف ديال الاسئله كيجيو على البال. يعني مثلا كيفاش العلماء كيعرفوا عمر النجوم،
كيفاش عرفوا هادشي وهادشي غير كذوب وهما ما طلعوش للفضاء، كيفاش كيحطوا باش يقسموا المسافات، كيفاش عرفوا بان المسافه ما بين الارض الشمسيه 112 كيلومتر، والتحليل الطبقي باش عرفوا المسافات ما بين النجوم مجرات. الجواب هو الشمال. تقنيات متطوره بحال يعرفوا مناش مكونين النجوم وعمرهم. يعني كاينين تقنيات باش كنعرفوا هادشي، باش كيعرفوا هادشي بلوطو ماشي باش كنعرف انا هادشي. وهما كاينين تقنيات باش كنعرفوا هادشي. ما كنجيوش كنقولوا بان المسافه ما بين كذا وكذا راه هكا. كاينين تقنيات، كاينين ماشي تلسكوبات، كاينين الات، كاينين روبوت، دي روبو اللي كيمكن لينا اننا نستعملوهم في السماء باللازر. زبد الحوايج باش اننا نعرفوا المسافه ما بين النجوم، ما بين الكواكب، الى ما ذلك. الا بغيتي تعرف اكثر خلي لي كومونتير تحت الفيديو، ودير ابوني ودير لايك. ولا بغيتي تعرف بزاف د الحوايج على علم الفلك، نقدروا نقسموا الدي فيديو ديالنا على كل حاجه اولا من الفروع ديال علم الفلك، مثلا المجموعه الشمسيه، النجوم، الكواكب، المجرات، ثقوب سوداء. كل فيديو نحطوا ليه فرع من علم الفلك، هكا غنكونوا استفدنا كاملين. هادشي كان غير مقدمه بسيطه على علم الفلك وشنو يديروا العلماء باش يكتشفوا اسرار الكون. نتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو مع اللي كيحبوا العلوم، ديروا الجيم، سبسكرايب. شكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو جاي ربما يكون على المجموعه الشمسيه، ما عرفتش. السلام عليكم.